السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القصة عن هارون الرشيد وعن أخوه البهلول. هذا هارون الرشيد كان حاكم الدنيا، حاكم الشام والجزيرة العربية ومصر والدنيا كلها، لا مطرت الدنيا. يقول ما تندم وين ما مطرت هي برضي. اللي يقول هارون الرشيد بنى قصر يسمونه من كبره يسمونه المتاهة، بناه هارون الرشيد. 12 رجل يفتحون الباب ويسدونه من ضخم الباب وكبره وقوته. وودى لاخوه البهلول قال له شوف شو تقول بالقصر هذا؟ القصر هذا كبير، المتاهة لو حطك بالنص تضيع. قال له والله ما يسوى عدي تكرمون بول. قال شنو؟ هذا القصر البانيه واسم المتاهة ما يسوى بول؟ قال له ما يسوى بول عندي. قال له شوف انا رايح انفيك من الارض اللي بيها انا تطلع. مشى البهلول سبحان الله، يقول لك مشى اخذ يومين مدة 3 ووقف بول هارون الرشيد. اجتمت عليه الدكاترة من كل دولة تجيه ما يمشي. خذ يومين 3 راد يموت، وصل الموت. قال جيبوا لي البهلول خلنا وكله للحكم. جابوه دوروه وجابوه. قال انا اريد اموت وانا بولي ما يطلع وصار لي يومين 3 وصلني الموت، وتعال اوليك الحكم. قال زين لو اعالجك تعطيني القصر هذا؟ قال انا راح اعطيك الملك، كل الملك راح اعطيك اياه، تقول القصر الك القصر، لا تعالجني. يقول لك هو عنده عصا وهو قام يطق على بطنه سبحان الله والبول يزرق. طلع البول قعد هارون الرشيد. ايش قال البهلول؟ قال له بعت بول؟ قلت لك انا ما اشتري بول، انت سبعت القصر بول؟ هاي الدنيا وهذا سوالف الدنيا يا هارون الرشيد. تنوع على الاخره يقول له ترى الدنيا ما تفيد، لا قصرك يفيد ولا غير يفيد، انا ما تمن الدنيا. هو بهلول هذا البهلول شو يسوي؟ يسوي روحه بإقبال وهو أفهم منه ماكو. رجل يعرف السوالف ويحلل، وعلي المثل البهلول بعد. ومشكورين واللايك، ويا هلا يا مرحبا بكم.